اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه واموركم هانيه. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم شكيله من الحلوى ديال اللوز من دون عجين، كيجيو بريستيج، كيجيو اكثر من رائعين. كنتمنى يعجبوكم وتشاركوهم مع العائله والاصدقاء. واذا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساونيش بواحد الكومنتير زوين من عندكم اللي كيفرحني، واحد البصيمه الله يسهل امركم. وبقاو معايا وندوزو لطريقه التحضير والمقادير. اول حاجه البنات، عندنا هنايا 500 غرام ديال العقده ديال اللوز، 500 غرام. عندنا الكراميل، عندنا الكركاع، عندنا الفواكه المعسله، عندنا نكهه بيستاج، عندنا نكهه ديال الكراميل، عندنا واحد الشاشيه ديال الكاكاو، عندنا القرفه، عندنا الكوفيتير، عندنا البنات النوكا ديال النكهه ديال الناطا. المهم عندنا اللوز افيلي، عندنا المهم البنات كل شيء حاطين هنا، نتوما غتشوفوا بالتدريج. اول حاجه كنضيفوا اللوز في البانيو، كنعملوا هيدا في داكشي اللي غنخدموا فيها، وكنعملوا لها معلقه ديال الزبده، معلقه ديال الزبده البنات اللي كنعملوه هنايا. وكنعملوا لهنا واحد الكميه هذا، كنعملوا واحد معلقه صغيره ديال معلقه كبيره البنات ديال الكوفيتير الجاري ديال الحلوى. ومن بعد البنات كنمعكو داكشي مزيان مع الزبده وديك المعلقه ديال المربى. المهم كيتمعك اللوز مزيان حتى كيندمج البنات مع بعضياتو، كتولي العقده البنات. نتوما كلشي تبارك الله عارفين العقده ديال اللوز كيفاش كتخدم. ومن بعد كنعملو معلقه كبيره ديال كليكوز، معلقه كبيره، وصافي كنمعكوها مزيان كما كتشوفوا. كتمعك البنات حتى كتطلق البنات ديك الزيت ديالها، حتى كتولي البنات العقده يعني جاهزه. ومن بعد البنات كنعملوا المزهر، وكنبقاو نمعسوها عاوتاني مزيان حتى كنرجعوا الحربول ديالنا على هذا الشكل هذا بالمزهر في الاخري. ومن بعد كنجيبو كنقسموا داك الحرابل ديالنا على 4 ديال الكويرات كما كتشوفوا. وهنا هذا الطرف الاول البنات غنديروا له النكهه ديال البيستاج، صافي غنعملوا له النكهه ديال البيستاج وغادي ندوزو غندخلوا فيه داك البيستاج مزيان. لوغو ديال البيستاج البنات اللي كيتباع في داك الطويصات ستيتوين ديال 5 دراهم. صافي غادي نبقاو ندخلوها فيها مزيان. ومن بعد البنات غادي نحطوها، وهنا البنات غادي نديرو داك النكهه ديال الكراميل، نكهه الكراميل. وهذه البنات النكهه ديال القهوه اللي درنا واحد الشاشيه مع ما كاملاشي ديال البودره ديال كاكاو المره البنات. ديروا داك الشاشيات اللي كيعطيو كيجي فيهم المذاق زوين. وصافي كنبقاو ندخلو هذه في هذه. وهذا البنات غنسموه بالقرفه، هذا الرابع غادي نديرو له القرفه. يعني شكيله البنات ساهلين، وما قلت لكمش الطريقه ديال اللوز في الاول راه تبارك الله كلشي كيعرف. اللوز كيتسلق، كيتقشر، كينشف، كنطحنوه مع نص كيلو، كنطحنوه مع 4 ديال السكر. وصافي الحرابل ديالنا ها هما البنات واجدين. دابا غادي ندوزو البنات باش نشكلوهم يعني بالمذاقات مختلفين. انتم كنعملوا هنايا كويورات وكنفندوهم البنات، كندوزوهم في البيض البيض وكندوزوهم البنات في اللوز كونكاسي، وكنعملوهم في هاد المولات هادو، المولات غير عاديين البنات ديال السيليكون. ومن بعد كنبتوهم بديك اللوز افيلي، كنبتوهم على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. يعني الطريقه سهله وكتخرجوا البنات كيعطيكم واحد الكميه ما شاء الله. كيجي بلاطو بريستيج البنات، كيجي بلاطو رائع.
صافي غادي ندوزو نكملو التنبات كاملين. انا عطيت لكم غير وحده باش تشوفوا الطريقه كيفاش من بعد ما تفندات في اللوز كون كاصي عاد كدوز ديرها في ديك المولات، عاد كتبقى تنبتها هكا بداك اللوز ايفيلي. اللوز البنات باقي خضر. صافي وكنستمروا هكا حتى كنساليو داك الكميه اللي عندنا. كنكورو كنحطو تما، ومن بعد ما درناهم في السيليكونات كاملين صافي غنضغطوا عليهم ونحطوهم. هادو هما البنات، هادي ديال القرفه، هادي ديال القرفه. من بعد حتى هي ما دوزناها في الجنجله الابيض، حتى هي كنديروها في ديك المولات السيليكون اللي عندها ديك الفتحه في الوسط ديالها. صافي وكنضغطوا عليها مزيان باش كتجي مقاده. صافي هنا بقات لنا هذه ديال البيستاج اللي غادي نديروها على شكل ساقيه. هانتوما من بعد ما عمرنا لي مول ديالنا دابا غادي ندخلوهم للفران. هذه ديال نكهه البيستاج كنديروها بالبيض البيض، وغادي ندوزوها في ديك اللوز اللي بقى لنا في الاخر، داك الفراتات ديالو اللوز ايفيلي كنفندوها في وسط منه مزيان كما كتشوفوا. ونديروها حتى هي في اللاطه وندخلوها للفران. كنقادوها على هذا الشكل هذا، كنديروا لها داك بالصبيعات. في الاول كنعملوا لها بالموس ومن بعد كنديروا لها بالصبيعات بالصباع ديالنا هكا، وكندخلوا كلشي للفران. يعني الموليكات داكشي ديال السيليكون البنات كيكون البنات مختلف، كيكون دابا ما شاء الله موجودين. يعني كتعملوا داك كتشريو داك الطوابع اللي كاينين، داك المولات السيليكونات اللي موجودين، الزواقات تبارك الله فيهم، الزواقات اللي حبيتو موجود، يعني كيبقاو عندكم دائما. صافي البنات دابا غادي ندوزو من بعد ما حيدنا الحلوه ديالنا ديال اللوز من الفران. هانتوما كيبقى الشكل ديالهم كيجي معاوض. وهذا البنات من بعد ما دهناهم بشويه ديال الناباج، هادوك ديال اللي منبتين باللوز، وكنديروا لهم البنات هادوك عمرناهم بشويه بديك القرقاع، ديك اللي جايين خاويين عمرناهم بالقرقاع. وهادو درنا لهم غير داك عمرناهم بالكراميل كما كتشوفوا. كنديروا لهم الكراميل وكنديروا لهم البنات كاين اللي كنديروا لها القرقعه، هادو غنديروا لهم غير القرقعه من الفوق. وهادوك ديال سميتو هادو ما البنات ديال الساقيه غنديروا اللوز، داك اللوز اللي بقى لنا حمرنا واحد شويه وكنعمروا فيه هذاك الحفيرات، غير صهدنا شويه في الفران وكنعمروا به داك الساقيه كما كتشوفوا. واخا البنات زيناهم غير بداك الشعيرات ديال الورد داك اللي منبتين باللوز. هانتوما البنات اخرى عمرناها بالقرقاع، اخرى عمرناها بالقرقاع واللوز مقطع طريفات الزيتوين. وانا كندير لهم داك الورد اللي بالالوان. وهذا هو البلاطو ديالنا كيفاش كيجي اكثر من رائع. وكنتمنى يعجبكم وتشاركوه مع العائله والاصدقاء. ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساونيش بواحد البصيمه وواحد الكومنتير زوين من عندكم اللي كيفرحني. وكنتمنى يعجبكم ونقول لكم بسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. وخليتكم على خير وبسلامه عليكم. الصراحه الله كيجي واحد البلاطو هماويه البنات، وكيجي واحد البلاطو بريستيج. وكنتمنى يعجبكم ونقول لكم بسلامه عليكم، ونعاودها لكم مره اخرى بس غير تشبيكم. وبسلامه عليكم.